من رحم المعاناة يولد الإبداع. وجد الشاب سالم الفلاج نفسه في وسط صحراء النفوذ الكبير بشمال السعودية ما بين صعوبات معيشية وتعليمية، إلا إنه بات من أبرز خطاطي شمال السعودية وفنانيها. قدمنا إلى هجرة نجدة بعد مشقة وعناء ليروي لنا سالم قصة إلهامه للفن وشغفه بالخط العربي. وانتهيت من الابتدائي والمتوسط، وصارت هواية الخط، يعني خط عادي بالقلم العادي. وبعدين تطور عندي واشتريت كتب للخط بالصدفة، يعني جيت المكتبة واشتريت كتب عن الخط، أظن فن الخط اسم الكتاب. بديت أحاكي اللوحة يعني بدون قواعد للخط، أقلدهن كذا وأبدأ خط، يعني نوب بالنهار نوب بالليل، ويعني في صعوبة بالخط بالنفوذ، لأن الكهرب ما هو دايم عندك، يعني تخبر يطفي الساعة 12 بالليل والمدة قصيرة بالنهار. يعني حب للخط يعني تجبرك على أنك تتقنه. مخطوطات بالرمل وبعظام الحيوانات وأدوات بسيطة شكلت بدايته إلى عالم الخط، وأحلام تتعدى عرض مخطوطاته إلى كتابة القرآن الكريم. أهدافي إن شاء الله بالخط كتابة القرآن إن شاء الله. أدوات الخط نشوفها بالكتب بس ما ندري وين نحصله، وبدينا نسوي من عظام الإبل وعظام الغنم، نسوي أقلام. الفنان التشكيلي والخطاط يوسف الشغدلي رئيس جمعية الثقافة والفنون بحائل سابقا حدثنا عن بدايات سالم وبأنه أصبح مرجعا لبعض الخطاطين. تعرفت عليه وكان يعني يستحق كل العناية. شاهدت خطوطه وكان يعني بالفطرة هو متعلم الخط بالفطرة، وكان حتى يعني يحتاج إلى بعض التوجيهات ليست للخط بحد ذاته، توجيهات لأدوات الخط ما يحتاجه في المكتبات ومسميات هذه الأشياء. الأستاذ سالم أنا أعتبره الآن من أبرز الخطاطين على مستوى المملكة، وكل هذا المستوى الذي وصل إليه هو